بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنعمل فيها وصفة سهلة وجميلة جدا ولذيذة وحاجة كده جميلة جدا. دي اسمها فطيرة طاقية السلطان. هنعملها مع بعض ازاي النهارده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وازاي تطلع معاكي هشة كده. هقولك على الخطوات اللي هنعملها فيها واحدة واحدة، وايه الحاجات اللي انا لاحظتها فيها هقولك عليها. بس يلا في الاول كده، لو انتي لسه مشتركتيش معايا في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر، عشان انزل كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار، واعملي لايك وشير لو عجبك الفيديو بتاعي. زي ما احنا شايفين طالعه معايا هشة وقطنية خالص. تعالى اقولك عملناها مع بعض ازاي. دول 3 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، وهنا 5 معالق كبيرة من السكر، سكر الحبيبات العادي بتاعنا خالص، معلقتين صغيرين من الخميرة. يبقى المكونات الجافة بتاعتي عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، رشة ملح، 5 معالق من السكر، معلقتين من الخميرة. هقلب كل المكونات الجافة دي كويس جدا مع بعض، ونلتزم بالتعليمات بتاعة المكونات هتطلع معاكي زي ما انت شفتيها معايا في الصورة بالظبط. بعد كده هعمل حفرة في النص كده واحط فيها ربع كوباية من الزيت، وطبعا مش لازم كوباية معيارية، لأي كوباية عندك وتوحدي بيها المقادير كلها. وعندي بيضة في درجة حرارة الغرفة، هاخد البياض بتاعها بس، وهخلي الصفار دلوقتي هقولك هنعمل بيه ايه. يبقى حطيت ربع كوباية من الزيت على بياض بيضة. ومكونات السائلة بتاعتي عبارة عن نص كوباية من اللبن الدافي، ونص كوباية من المية الفترة. يبقى كده لبن على مية، كوباية من السائل. وابدأ ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض، المكونات الجافة مع المكونات السائلة بالمعلقة بتاعتي كده بطريقة سهلة وبسيطة خالص. هتلاقيها بتلم معاكي بالمعلقة، وبعد كده هستخدم ايدي في ان انا الم العجينة دي، عشان ايدي بتديني الملمس الصحيح للعجينة اذا كانت محتاجة دقيق او محتاجة سوائل. زي ما احنا شايفين هنا يا حبيبي كده، مهما تعجني بالمعلقة مش زي ما تعجني بايدك برضو. هنزلها بعد كده على الرخامة وابدأ اعجن فيها، فهلاحظ ان هي محتاجة معايا دقيق. نقول مقادير العجينة دي تاني مع بعض. عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة من الملح، معلقتين من الخميرة، 5 معالق من السكر. دي المكونات الجافة. هنا انا حطيت كمان ربع كوباية من الدقيق عشان تلم معايا، لان العجينة كانت طرية زيادة عن اللزوم. وطبعا الوصفة دي العجينة فيها بتكون طرية، بمعنى ان هي تكون طرية بس ما بتلزقش في الايد، لان انا مش عايزة العجينة تكون معايا ناشفة عشان تطلعها معايا هشة وقطنية. هعجنها كويس جدا، وهزود كمان باقي ربع كوباية الدقيق. يبقى المكونات الجافة كانت عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، وكمان استخدمت ربع كوباية. المكونات السائلة بقى كمان عبارة عن ربع كوباية من الزيت، عليها كوباية مية على لبن، عليها بياض بضاية. دي بالنسبة للمكونات السائلة اللي انا عجنت بيها العجينة بتاعتي دي. وهلاحظ برضو ان هي لسه بتلزق في ايدي. هاخد باقي شوية الدقيق اللي فاضلين معايا فيه، وبتطلع معاكي مظبوطة 3 كوبايات وربع من الدقيق. هقسم العجينة بتاعتي كده بايديا كده بالنظر بالقسمين على نصين بالظبط، وهحطها في طبقين ونشوف هنكمل بقية وصفتنا ازاي. هنا عندي العجينة دي هحط عليها معلقتين من الزيت، وممكن تحطي مكعبين من الزبدة، يا زبدة يا زيت زي ما بتحبي. وابدأ ان انا اشرب الزيت كده في العجينة، وهتلاحظي ان هي بتتقطع معاكي كده في الاول، وبعد كده هتلم معاكي وتكور وتبقى عجينة كويسة جدا. معلقتين الزيت دول مهمين جدا، لان هما دول اللي بيدوا الطراوة ويخلي العجينة معاكي هشة وقطنية. مش ممكن تستغني عنهم في الوصفة دي. وتعجنيها هنا كويس جدا لحد الزيت ما يشرب معايا كويس خالص. هنا خلاص انا عجنتها وبقت معايا كويسة. هجيب النص التاني من العجينة، هحط عليه معلقتين من الزيت برضو بنفس الطريقة، او ممكن تستبدليهم بمكعبين من الزبدة. عفوا. وبعد كده هحط معايا عندي كاكاو خام عشان اخلي دي بالشوكولاتة، هاخد منه من معلقة لمعلقتين من الكاكاو، وابدأ ان انا اعجنهم برضو بايديا كويس جدا لحد العجينة دي ما تشرب معلقتين الزيت ومعلقتين الكاكاو.
وهتلاحظوا ان هي بتقطع معاكي في الاول برضو نفس النظام في العجينة الاولانية، وبعد كده هتظبط معاكي وتكور وتكون عجينة كويسة جدا. ما تنسيش بقى لو انت لسه اول مرة بتشوفيني تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار، واعملي لي لايك وشير لو عجبك الفيديو بتاعي وعجبك المحتوى اللي انا بقدمه على القناة. ما تنسينيش في اللايك والشير. هنا انا هاخد العجينة بتاعتي هلفها كده بورق استرتش، وهحطها في مكان دافي عشان تخمر العجينة اللي بالشوكولاتة وكمان العجينة البيضة. هسخن الفرن بتاعي وبعدين اطفيه واحط فيه العجينة عشان ايه تخمر معاكي بسرعة. تقريبا بتاخد تلت ساعة، لكن لو سبتيها كده هتاخد معاكي ساعة. كده عندي العجينتين خلاص جاهزين اهوت. وكده بعد ما اختمروا معايا اخدوا معايا تقريبا تلت ساعة، لان انا كنت حاطاهم في الفرن بيكون دافي، سخنته وبعدين طفيته. هنا يا حبايبي خلاص انا بطلع كده العجينة بتاعتي الخمر اللي فيها كده عشان وانا بفردها ما تعذبنيش. يبقى اول حاجة اطلع الخمر بتاعها، وهاخد العجينة اللي بالشوكولاتة الاول اديها كده رشة من الدقيق على الرخامة بتاعتي وابدأ ان انا افرد فيها. فهتلاحظي ان انت هنا وانت بتفردي ان انت كل ما بتفردي بتلم معاكي، بسيبها تريح شوية. بعد ما طلعت الخمر اللي كان فيها تسيبيها تريح معاكي شوية هتفرد معاكي كويس. هنا حبيبي خلاص انا سبتها ريحت شويه خلاص اهوت، وبدات افردها بدات تفرد معايا. هنلاحظ واحنا بنفرد كده ان انا عايزه الشكل بتاعها يكون مستطيل، قدر الامكان تخليه الشكل بتاعها مستطيل والسمك بتاعها ما يكونش تخين قوي ولا برضو يكون رفيع قوي، عشان هي لو رفيعه هتطلع معاكي عجينه ناشفه، ولو تخينه مش هتستوي من جوه. وابدا ان انا افرد فيها كويس جدا كده زي ما احنا شايفين مع بعض. في عجينة الشوكولاتة الأول، يبقى أول حاجة هفردها عجينة الشوكولاتة، وبعد كده هفرد عجينة الفانيليا أو اللي يعجبك زي ما بتحبي. ولو عندك مكان طبعا تفردي دي جنب دي عشان تاخدي المقاسات كويس. فأنا هاخدها كده ألمها أحطها في مكان تاني على ما افرد العجينة اللي البيضة. هفرد بقى العجينة البيضة برضو بنفس الطريقة، اديت رشة كده من الدقيق على الوش ومن تحت ومن فوق، وبرضو كل ما تلم معاكي سيبيها تريح دقيقتين 3 او تيجي تفرديها هتفرد معاكي كويس جدا. برضو هديها نفس الشكل المستطيل، ونحاول قدر الامكان نخلي العجينتين قد بعض، مش فيش واحدة اكبر من التانية. هفرد كده زي ما احنا شايفين مع بعض العجينة. وهنلاحظ هنا ان العجينة هنا طرية خالص زيادة شوية عن اي عجين بنستخدمه تاني. هجيب بقى عندي العجينة اللي بالشوكولاتة اهيت، هنزلها كده من على النشابة بتاعتي وافرد كده واسوي الحروف مع بعضيها بحيث ان انا اخليهم الاتنين كأنهم عجينة واحدة. وهجيبها كده معايا اعكسها بحيث ان هي تكون معايا بالطول علشان وانا بفردها والفها تديكي شكل بيضاوي. هلف كده وافرد بايدي، هتلاقي العجينة كل ما بتريح كل ما بتفرد معاكي كويس جدا. وهنشوف بقى هنحشي العجينة دي معانا ايه. عندك بقى الحشوات كتير جدا، ممكن تحشيها نوتيلا، تحشيها شوكولاتة، تحشيها اي حاجة. فانا هنا حطيت معلقتين من السكر البودر عليهم معلقتين من الكاكاو الخام البودرة العادي بتاعنا خالص، وتقلبهم على بعض هيديكي نفس النتيجة بتاعت الشوكولاتة اللي هي نوتيلا، شوكولاتة مكعبات، اي نوع شوكولاتة. لو عندك اي حشو انت حابة تضيفيه ضيفيه. فانا هضيف اللي هو عبارة عن معلقتين من السكر عليهم معلقة من الكاكاو الخام، وهضيف كمان شوية من المكسرات بتدي طعم حلو برضو مع الفطيرة بتاعتنا دي. يبقى هضيف هنا حبة كده من مكسرات، اي نوع مكسرات موجودة عندك. وابدأ ان انا الف العجين بتاعتي رول كده، واحاول قدر المستطاع ان انا اخلي الاطراف بتاعتي دي تكون قد الحتت اللي تحت عشان ما تبقاش ليها سحبة كده، عشان كلها تكون متساوية مع بعضها. وانا تقريبا هلف 3/4 وهخلي الربع. يبقى هلف ال3/4 واخلي الربع زي ما احنا شايفين كده حبيبي مع بعض. وبعد كده هجيب عندي سكينة وابدأ ان انا اقطع الحروف زي ما احنا شايفين كده واحدة واحدة، هتلاقيها بتتقطع معاكي بكل سهولة. وصفة سهلة وسريعة جدا، والطعم بتاعها تقريبا بيكون شبه طعم السينابول، يعني بيدي على طعم السينابول شوية في وصفة الفطيرة بتاعت في طاقية السلطان دي.
والف كده، وانا بلف اسند كده بايدي من فوق ومن تحت عشان ما تتقطعش معاكي، لان لو شدتيها زيادة عن اللزوم هتتقطع معاكي. ونلف كده بطريقة سهلة وبسيطة خالص، اسندها بايدي كده واحدة واحدة، والف كل الحبال اللي احنا عاملينها دي. طريقة سهلة وبسيطة خالص، جربي الوصفة دي ان شاء الله هتعجبك. ونلفها وبعد كده اكمل بقية لف الدايرة بتاعتي واحدة واحدة كده، بس كده تديكي بقى زي ما موضح معاكي في الفيديو كده. طبعا ما كونتش معايا هنا من على الاطراف كده حته رفيعه، لان انا حاولت قدر المستطاع اخليها دايره، واقفلهم على بعض كده، واجيب الصينيه بتاعتي وابدا احطها فيها عشان تختمر. عندي المقادير دي بتاخد صينيه مقاس 24. هجيب عندي صينيه مقاس 24 واديها دهنه من الزيت او دهنه من الزبده او السمنه او اي ماده دهنيه موجوده عندك، وهحط الفطيره بتاعتي فيها كده، وابدا ان انا اسويها. مش لازم تكون الصينيه ليها خرم من النص كده، مش لازم، بس يستحسن تكون صينيه ألمونيا عشان تديكي نتيجه كويسه في الخبيز بتاع العجينه دي. وهسيبها لحديها الاول دهنه كده من على الوش بصفار البيضه اللي كان فاضل معانا. هحط عليها حوالي معلقه من اللبن، ومعلقه صغنونه خالص من الخل وفانيليا، علشان دي اللي بتقضي على اي زفاره موجوده في البيض. وابدا ان انا ادهن الوش بتاع الفطيره بتاعتي. وممكن طبعا تستغني عن الخطوه دي لو انتي الفرن بتاعك حامي، بحيث ان احنا عايزينها تاخد لون وتستوي بسرعه قبل ما تنشف. وهدهنها كويس جدا زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض. هدخلها بقى الفرن بتاعي، لا هسيبها تخمر زي ما احنا شايفين كده. هي كده اختمرت تقريبا بعد نص ساعة. هوريها لك كمان لما يعدي عليها ساعة هتلاقي الحجم بتاعها تضاعف اكتر واكتر في ان هي في الخمر بتاعها. هدخلها بقى في اللحظة دي، هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد معاكي تقريبا نص ساعة، وحسب درجة حرارة الفرن. كل ما الفرن بتاعك يكون حامي كل ما هتاخد وقت اقل. بس اهدي عليها النار عشان تستوي من جوه. بيطلع شكلها زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض، هشة وجميلة جدا. هغطيها كده بفوطة وتسيبيها تهدى شوية، وبعدين بمعلقة سيليكون كده السباتولا بتاعتي، وابدأ ان انا اسلكها تطلع معاكي بكل سهولة. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهاردة. وصفة سهلة وسريعة وجميلة جدا، جربيها ان شاء الله هتعجبك. وما تنسينيش بقى في اللايك والشير. ولو انتي لسه ما اشتركتيش معايا في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير. هنا حبايبي انا كنت بوريكي ازاي هي هشة وجميلة جدا. كمان هوريكي حتة معايا في الطبق طالعة جميلة جدا، من اجمل الوصفات اللي ممكن تجربيها. هي دي الوصفة بتاعتي دي. هنا طبعا انا كنت بحطها الاولاد طبعا مش مستنيين حتى لما اكمل تصوير. يلا نقول مع بعض مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة النهاردة حبايبي هنعمل فيها مع بعض تورتاية صغنونة كده وبتكاليف سهلة وبسيطة، وهنزينها بأبسط الحاجات اللي موجودة عندك. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. ومكونات سهلة وبسيطة خالص. كل ده هنعمله بربع كيلو دقيق بس. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس يلا في الاول كده اعملي لايك وشير لو انت واشتركي معايا في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. انا عندي هنا ربع كيلو من الدقيق الاسبونج، والدقيق الاسبونج ده بنجيبه من عند اي محل مستلزمات حلويات او من عند عطار. هحط عليهم 3 بيضات، بس انا هنا حاطه 4 لان البيض بتاعي صغير، وفي الاساس 3 بيضات. طبعا بما ان في بيض يبقى هنحط فانيليا. هحط رشة كده من الفانيليا، وفانيليا وخل، لان دول اكتر حاجة بتضيع الزفارة بتاعة البيض هي الفانيليا والخل. يبقى عندي 4 بيضات او 3 كبار و4 صغيرين في درجة حرارة الغرفة، عليهم ربع كوباية من المية، عليهم ربع كيلو من الدقيق الاسبونج. هاخدهم كلهم كده في العجان بتاعي، وهنزل الاول الدقيق، مفيش ترتيب معين يعني. وبعد كده هنزل الربع كوباية من المية، عليها 3 بيضات كبار او 4 صغيرين زي ما انا حاطة كده. واهم حاجة يكونوا بدرجة حرارة الغرفة عشان تديكي نتيجة كويسة للكيك. وناخدهم مع بعض نضربهم في العجان. وطبعا لو ما عندكيش عجان هتشتغلي بالمضرب الكهرباء بتاعك
هتضربي حسب قوة العجان من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما يديكي قوام الكريمي زي ما احنا شايفينه كده. وبكده يكون احنا حضرنا الكيك اللي هنعمل بيه التورتاية بتاعتنا. هجيب بقى عندي الكسرولة بتاعتي من المطبخ. الكسرولة بتاعتي دي ألمونيا وحروفها مفيهاش أي تعريجات ومقاس 18. طبعا لو انتي عندك الحلة بتاعت الكيك يكون أفضل، بس مش هنقف عند الوصفة. فأنا هنا عندي الكسرولة، دوري على أي حاجة ألمونيا عندك موجودة في المطبخ بنفس المقاس ده بس تكون ألمونيا هتلاقي. وبنطنطها كده بورق زبدة، وهنزل بقى بالخليط اللي احنا ضربناه مع بعض اللي هو عبارة عن ربع كيلو من الدقيق الاسبون، عليه 4 بيضات صغيرين، معلقة من الخل، رشة من الفانيليا، ربع كوباية من المية. نضربهم ضرب كويس جدا لحد ما يديكي القوام الكريمي مع بعض. نصبهم في مقاس 18 صينية أو أي حاجة ألمونيا عندك. طبعا ألمونيا تسوي الكيك كويس جدا. وفي الوقت ده بكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا، هتاخد معاكي نص ساعة. هدخلها بقى الفرن ونستنى عليها نشوفها بعد ما تطلع معايا من الفرن. كده يا حبايبي يكون الكيك بتاعي استوى زي ما احنا شايفينه كده. عملت له اختبار بالخشبة، طلعت معايا نضيفة، اخد معايا بالظبط 35 دقيقة. هاخد بقى الكيك بتاعي ده، ما ينفعش ان احنا نشتغل بيه في تزيين تورته في نفس اليوم. يفضل طبعا تعمليه الصبح بدري وتشتغلي بالليل، او تسيبيه يوم بليلة بيكون افضل. هشيل من عليه ورق الزبدة كده وهلفه في ورق استريتش وندخله التلاجة او تحطيه في اي مكان في المطبخ بما ان الجو مش حر ولا حاجة. وهنشوف هنزين الكيكاية بتاعتنا والتورتاية دي مع بعض ازاي بمكونات سهلة وبسيطة. لو انتي بقى وصلتي معايا في الفيديو عند كده، اشتركي معايا في القناة لو انتي لسه مشتركتيش، وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر. هنضغط على كلمة الاشتراك باللون الأحمر، هيطلعلك 3 اختيارات، هتختاري منهم اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بإشعار. واعملي لايك وشير لو عجبك المحتوى بتاعي. بعد كده بقى هجيب الكيك بتاعي بعد ما عدى عليه تقريبا يوم كامل، وهبدأ كده ان انا اقشر كل الطبقة اللي موجودة من فوق دي، لان الطبقة دي لازم نتخلص منها لانها بتعمل عازل ما بين طبقة الكيك وطبقة الكريمة اللي احنا هنحطها. ونقشرها كويس جدا. وطبعا القشر اللي بيطلع ده مش بيستخدم في اي حاجة احنا بنرميه، لان طبعا بيكون فيه كمان زفارة البيض كلها موجودة في الطبقة دي. ونقشر بالراحة كده من فوق ومن تحت لحد ما نشيل كل الطبقة دي. وانتي لو قشرتيها بايدك هتلاقيها بتطلع معاكي برضو بكل سهولة، بس انا عملتها معايا بالسكينة المشرشرة كده هتديكي نتيجة افضل. وهشيل كل الزوادي اللي موجودة برضو في الجناب كده. المهم ان احنا نقشر الكيك بتاعنا. واهم حاجة في الكيك وانتي بتعمليه ان انتي اي فتافيت او اي حاجة بتنزل تنضفي اول باول عشان ما يلزقش معاكي في الكيك. بعد كده بقى هجيب السكينة بتاعتي وابدأ ان انا اقطع في الكيك كده. طبعا يفضل تكون السكينة مشرشرة زي دي بتساعدك، ولو عندك منشار لتقطيع الكيك يكون افضل. هقطع التورتاية دي بتاعتي دي على 3 طبقات. انا كده طلعت طبقتين متساويتين، وهاخد الطبقة الأخيرة دي هسويها، هاخد حتة من اللي فوق عشان ما هي كانت عالية من حتة وحتة لأ، ونسويها زي ما احنا شايفين مع بعض كده ونحطها في النص ومنرميش أي حاجة من الكيك بتاعنا. وهنشوف هقولك على طريقة كمان سهلة ان انتي تعملي طبقات فوق بعضيها بتكون متساوية. نعمل مع بعض بقى الكريمة. عندي هنا كوباية من كريم شانتيه البودر، عليها كوباية من اللبن. هنزل فيهم كده بالعجان بتاعي. وطبعا ضربتهم من 10 ل15 دقيقة حسب قوة العجان بتاعك. وطبعا الكريمة كانت غير محلاة فحطيت لها معلقتين من السكر بس ما اتصورتش معايا. هجيب بقى التورتاية بتاعتي وهجيب الكسرولة اللي احنا كنا شغالين فيها، وهحط فيها كيس كده وهنزل بأول طبقة مسوية من تحت زي ما احنا شايفين كده. دي اسهل طريقة تعملي بيها طبقات فوق بعضيها من غير ما تكون طبقة اعلى من التانية. عندي الشربات بتاعي بقى اللي بشرب بيه الكيك ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية من السكر، على كوبايتين من المية، عصرة نص ليمونة، رشة من الفانيليا. رفعتهم على النار لمدة 10 دقايق من بداية الغليان، وتحطيهم في التلاجة لتاني يوم تشتغلي بيهم. وبعد كده الكريمة بتاعتي حطيتها في كيس حلواني كده، وممكن في كيس تلاجة عادي خالص، وابدأ ان انا اوزع بيها. ودي طريقة برضو سهلة ان انتي توزعي بيها الكريمة، وممكن توزعي بالمعلقة عادي برضو.
دي قطع من الفراولة كنت انا مفرزاها في الفريزر، حطاها في طبق كده لاستخدامات الحشو كيك، تحطيها على رز بلبن، فبتنفع في حشوات الكيك. وهسوي كده بظهر المعلقة بتاعتي الكيك مع الكريمة، اسفة المانجا مع الكريمة، ونحط بقى الطبقة اللي هي كانت ايه مش متساوية دي، هتلاقيها اتساوت معاكي طالما انت شغالة في نفس الحلة اللي انت كنت شغالة فيها او صينية الكيك يعني. واحط الطبقة التانية اسويها كده بشويش واحدة بواحدة، ونشربها برضو من الشربات اللي احنا عاملينه مع بعض، ونحط الكريمة لحد ما نخلص كل الطبقات اللي موجودة معانا. دي اسهل طريقة في انك تحطي كيس وتشتغلي في نفس الصينية اللي انت كنت شغالة فيها عشان تديكي نتيجة متساوية. ونحط برضو كريمة. الاول لازم نشربها بالشربات عشان تكون معانا طعمها تكون طرية. والشربات ده ممكن طبعا تشربيها لبن، عسل نحل تخففيه، بس بيكون الشربات ده احسن نتيجة، بيديكي نفس نتيجة طعم الكيك الجاهز. وهرص وبرضو تاخد طبقة من الكريمة برضو نفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الطبقة الاولانية، نعمل بيها الطبقة التانية. ما تنسيش بقى لو انت لسه ما اشتركتيش معايا في القناة، اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. وهحط برضو طبقات من المانجا كده زي ما احنا شايفين. وممكن الحشوات دي بتختلف، يعني ممكن تحشيها شوكولاتة، آه، اي صوص فراولة بتحبيه، ممكن مكسرات، ممكن تكتفي بالكريمة فقط. اي حاجة موجودة عندك انت بتحبيها وتفضليها في حشوات الكيك تشتغلي بيها عادي خالص. فانا هنا بحب الكيك يكون معاه مانجا فحطيت معاه المانجا. وهنا جبت بقى الطبقة الاخيرة بتاعتي، وهشربها برضو شربات، وهاخد الخليط ده كله كده اقفل عليه الكيس وندخله التلاجة لحد كل المكونات دي ما تتماسك مع بعضها. دي اسهل طريقة في الكيس، جربيها ان شاء الله تنجح معاكي. هنا خلاص يا حبايبي، كان عدى على الكيك بتاعي تقريبا نص ساعة، فجبت طبق كده وحطيت فيه كريمة من تحت عشان تلزق معايا الكيك. وهبدأ ان انا انزل الكيك معايا، هينزل معاكي بكل سهولة، والطبقات هتكون متساوية، لان الكيس والحلة طبعا ايه واخدين نفس الرسمة. هشيل بقى معايا الكيس ده ونبدأ ان احنا نشوف هنشتغل في الكيك بتاعنا ازاي. بس انا هنا بحاول ان انا اخليها في النص. طبعا لو انتي عندك قاعدة من اللي هي بتاعة الكيك دي اللي بنحط عليها كيك ونزينه، يكون افضل. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، متساوية معايا من الجناب ومتساوية من كل جنب. هجيب بقى باقي الكريمة اللي كانت عندي، اللي هي بعد ما خلصنا ضرب. طبعا لو حابة تضيفي لها اي لون ضيفي، بس انا هكتفي بيه الشكل بتاعها ده. ونبدأ نحط عليها كريمة، ممكن طبعا تحطيها في كيس حلواني وتوزعي بيها، بيكون اسهل برضو، بس انا هستخدم المعلقة بتاعتي عادي ونوزع بيها زي ما احنا شايفين كده حبايبي. موضوع بقى ان انتي تساوي الحروف بتاعة الكريمة ده بياخد معاكي تقريبا 10 دقايق، ما يزيدش عن كده، وحسب طبعا ما انتي بتكوني متعودة وايديكي واخدة على تزيين الكيك. فهبدأ ان انا اوزع الكريمة كده ونحط في الجداب واحدة واحدة لحد كل الكمية ما تختفي معايا اي طبقات من الكيك موجودة. وبعد كده هجيب بقى عندي الاسكبر بتاعي، وابدأ ان انا اسوي في الجناب بتاعتنا دي. وكل طبعا مرة انا بستخدمه فيها بقابله بغسله كده، بحط بولة جنب منك فيها مية او لو الحوض قريب منك، وكل شوية تغسليه وترجعي تملسي بيه تاني لحد ما يديكي طبعا الشكل. التمليس ده بياخد معاكي تقريبا 10 دقايق، ما يزيدش عن كده، عشان الكريمة بتاعتك لو احنا في الحر هتسيح منك. وكمان آه كمان لازم يكون عندك خفية في الشغل كمان علشان يطلع معاكي الشكل مظبوط، وزي ما قلتلك الكريمة ما تسيحش وما تخرصش منك. فانا جبت هنا عندي السكيبر المشرشر ده، بيديني الشكل الخطوط من الجناب كده. وابدأ ان انا اشد كده الكريمة بتاعتي من بره لجوه لحد ما تتساوى معايا.
تقريبا زي ما قلتلك بياخد معاكي 10 دقايق. وبعد ما بخلص كل خطوة من الخطوات دي هادخلها التلاجة لحد ما كل الكريمة دي تتماسك مع بعضيها. هنا حبايبي زي ما احنا شايفين انا بحاول ان انا اخد الشكل من فوق يكون شكل متساوي. كل مرة بعمل فيها بغسل السكيبر بتاعي وارجع اشتغل بيه تاني. كده خلاص يا حبايبي انا دخلتها التلاجة بعد شوية وهتطلع معاكي الشكل جميل ومتجانس. بحاول قدر الامكان زي ما قلتلك تقريبا بتاخد معاكي تمليس 10 دقايق. هدخلها التلاجة بقى، بس طبعا قبل ما ادخلها التلاجة لازم انضف الكريمة اللي موجودة حوالين الكريمة حوالين الطبق. فانا هنقلها على طبق تاني او على قاعدة تانية عشان هدخلها التلاجة واغطيها. فبدل ما انضف رحت انا نقلها بكل سهولة كده بالسكينة المشرشرة، بتاخديها من تحت وتنقليها وتدخليها التلاجة لحد ما تشمع معاكي. بعد كده عندي شوكولاتة ملونة كده، هبدأ ان انا ارش عليها بطريقة عشوائية كده، والتزيين ده طبعا بيكون حسب رغبتك وحسب ما بتفضلي. هوزع كده من الجناب كمان، وممكن لو عندك الوان كنت تديها لون من الاول الكريمة، بس الشكل ده بيدي الشوكولاتة الملونة دي بتدي شكل حلو ومنظم زي ما احنا شايفين كده حبايبي. هبدأ بطريقة عشوائية كده، وطبعا ممكن تحطي شوكولاتة بني، ممكن تحطي اي الوان عندك انت بتحبيها وتفضليها. طبعا قلنا اهم حاجة في تزيين الكيك التنظيف اول باول، لان لما بتدخل التلاجة الحاجات دي بتتماسك في الكيك. هشيل بقى بمنديل كده الحاجات اللي وقعت منك من الشوكولاتة الملونة دي، ونشوف هنكمل بقية التزيين ازاي. ما تنسيش بقى لو انت لسه مشتركتيش معايا في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار. هنا انا بعمل كده بوردات صغنونة كده بالكريمة بتاعتي اللي شوية اللي كانوا فاضلين حطيتهم في قمع كده، وهبدأ ان انا ازين زي ما احنا شايفينه. طبعا لو بتعرفي ترسمي وردات بتعرفي تشتغلي اي اشكال، طبعا ده حسب ذوقك واختياراتك. هنا كده خلاص يا حبايبي، فانا حسيت كده ان اللون معايا كله ابيض في ابيض، فهكسرها بشوكليت شيبس كده على الوردات دي. وبكده حبايبي نكون خلصنا الفيديو بتاعنا في عمل تورتة سهلة وبسيطة جدا في البيت بمكونات سهلة وبسيطة. وفي نهاية الفيديو حبايبي اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وسريعة. ما تنسيش بقى لو انت لسه مشتركتيش معايا في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى بتاعي. هنا كده انا جبت شوكولاته شيبس كده عباره عن حبيبات صغيره، وبدات ان انا اوزع فيها الوردات بتاعتي علشان تكسر بس معايا اللون ما يكونش كله ابيض في ابيض كده. وطبعا ممكن تحطي قطع فراولة، تحطي مانجا من اللي احنا حاشيين بيها زي ما بتحبي وبتفضلي. وبكده حبايبي نكون احنا عملنا التورتة بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات سهلة ومش هتكلفك ربع تمن اللي هتشتريها من برا. وده الشكل النهائي بتاعها بعد ما دخلتها التلاجة. لايك وشير بقى لو عجبك المحتوى بتاعي، وانزلي كلمة اشتراك اللي بالنور الأحمر واضغطي عليها عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه إشعار. يلا نقول مع بعض مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي النهاردة هنعمل مع بعض ان شاء الله فطيرة السكر باللبن. وصفة جميلة ولذيذة جدا. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي بمكونات سهلة وبسيطة، عبارة عن مية ودقيق فقط لا غير. بس ما تنسيش بقى لو انتي اول مرة بتشوفيني يلا انزلي تحت حالا كده واشتركي معايا في القناة وفعلي زر الجرس واضغطي على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي بقى لايك وشير. ويلا نشوف هنعمل مع بعض فطيرة اللبن الجميلة اللذيذة دي ازاي.
اول حاجة عندي كوبايتين من الدقيق. هنجرب مع بعض النهاردة ان شاء الله بكوبايتين من الدقيق، هنخلهم كده مع بعض كويس جدا عشان لو فيهم اي شوائب. كوبايتين الدقيق هنضيف عليهم ايه؟ هنضيف عليهم معلقة كبيرة كده من السكر، وممكن ان احنا نستبدل السكر ده بعسل نحل. لو انتي السكر بتاعك مش عايزاه يبقى حبيبات كده، تضيفيه معلقة من عسل النحل، وكمان عندي رشة من الملح. وابدأ ان انا اعجن عندي بنفس الكوباية اللي انا خدت بقى عيار الدقيق دي، عبارة عن مية فترة كده. هبدأ ان انا اعجن بيها الفطيرة بتاعتي. يبقى انا عندي كوبايتين من الدقيق، ضفت عليهم معلقة كبيرة من السكر ورشة من الملح، وهبدأ اعجن بمية فترة، ونبدأ نعجن مع بعض فطيرة السكر باللبن الجميلة دي اللي هتعجبك ان شاء الله. جربيها معايا وبطريقتي، وان شاء الله هنحشيها مع بعض كذا حشوة، ونشوف مع بعض هنعملها ازاي. انا عايزة الفطيرة بتاعتي دي تكون بتلزق شوية كده. هبدأ ان انا اعجن فيها كويس جدا. اهم حاجة في الفطيرة دي يا جماعة ان احنا نعجنها كويس جدا. انا هنزلها عندي على الرخامة كده، وهعجن فيها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، وانا عايزة يكون فيها تلزيقة خفيفة. هعجن فيها لحد ما تديني عجينة ناعمة وطرية، وكمان ما فيهاش اي تكتلات زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض. وبعد كده هجيب عندي طبق كده وادهنه زيت، وهكور بقى معايا العجينة بتاعتي. لكل كورة من دي هتعمل لي فطيرة. انا عندي كل كوباية دي هطلع منها فطيرتين، وانا عاملة كوبايتين يبقى هعمل 4 فطائر زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض. ونركنها على جنب، نغلفها بالزيت ونركنها على جنب، ونشوف هنشتغل فيها ازاي. ما تنسيش بقى ان انتي اول مرة بتشوفيني بتشتركي معايا في القناة وبتفعلي زر الجرس، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار. هنا حبايبي انا غلفت عندي الكرات العجين بتاعتي بالزيت، وسبتها تريح لمدة نص ساعة. وبعد النص ساعة بقى هنبدأ نشتغل فيها. واهم حاجة يا جماعة ان احنا نسيبها تريح، لان هي ما فيهاش خميرة، بس ان شاء الله هتطلع معانا جميلة. وانا عندي هنا كوباية زيت على سمنة، زيت بس سمنة زي ما بتحبي. وابدأ بقى ان انا افرد في العجينة بتاعتي على الرخامة كده بايدي بالنشابة باي طريقة تفضليها. طبعا العجينة يا جماعة بتفرد معايا بكل سهولة. ليه؟ لانها هي معجونة كويس جدا، وكمان انا سبتها تريح براحتها. عشان العجين يفرد معاكي كده بكل سهولة، تعجنيه كويس وتسيبيه يريح لمدة نص ساعة. وابدأ افرد في العجينة بتاعتي كده. انا دهنت عندي رخامة بالزيت على سمنة، ممكن تستخدمي زبدة فتكون في درجة حرارة الغرفة. وابدأ اشد فيها كده، افرد فيها لحد المفرش بتاعي لونه ما يبان من تحت كده. وطبعا لو حاجة اتقطعت منك كده عادي، المهم ان انا افرد فيها كويس. وبعد كده اتني الحرف كده، واحط برضو معايا زبدة وسمنة او زيت وسمنة زي اي مادة دهنية انت بتحب تفضليها. وممكن يا جماعة ان احنا نعمل الفطيرة دي صيامي باننا استبدل الزيت، السمنة اللي عندي دي، واحط مكانها زيت. وعندي طبعا ملح ومية ودي كلها حاجات صيامي زي ما احنا شايفين كده حبايبي. وعندي صينية بقى دهنتها مادة دهنية برضو عشان ما تلزقش فيها، وهفرد التانية كمان معاكي. انا عدلتها كده معايا لان هي كانت لزقت في التانية، وابدأ افرد فيها كويس جدا. فطيرة اللبن بالسكر دي يا جماعة حاجة جميلة جدا ومغذية للأطفال، وكمان بتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. ممكن تعمليها بالليل كده، تعمليها في عشاء، تعمليها في فطار. حاجة جميلة وسهلة ولذيذة. ومن كوبايتين دقيق وشوية مية وشوية ملح وسكر هتطلعي معاكي 4 فطاير طعمهم جميل جدا. تقدري تحشيهم اي حشوات انت بتحبيها وبتفضليها زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض. وابدأ افرد فيها كويس جدا زي ما احنا شايفين. وبرضو هكرر نفس اللي انا عملته مع الفطيرة التانية، بان انا هتني الحروف بتاعتي وادهنها بالمادة الدهنية اللي عندي، اللي هي عبارة عن سمنة على زيت. وابدأ اتني كده، وادهن كمان بين كل طبقة طبعا عشان تطلع معايا مورقة وطعمها جميل. طبعا لو عملناها بزيت بس بيبقى طعمها مش حلو قوي، فاحنا نفضل ان احنا نستخدم فيها شوية سمنة بلدي. طبعا دي طبعا من الاكلات اللي بتتخن جدا يا جماعة،
الناس اللي وزنها عايز يزيد تبعد عنها تماما، ممنوعة هنا لزيادة الوزن. في كذا حد طلب مني أكل لزيادة الوزن. أنا عملت قبل كده معاكم طاجن البطاطا بالكريمة، ودي تاني أكلة معانا للناس اللي حابة تزود وزنها. هنا أنا عندي طبعا كل فطيرة ابتديت أفردها بإيدي كده علشان تاخد الشكل معايا اللي أنا عايزاه، وأنا بحبها تكون رقيقة شوية فبفرد فيها أكتر. عندي طاسة بقى على النار بسخنها كويس جدا، عايزاها سخنة جامد، وهنزل مادة الدهنية بتاعتي ببقية الكوباية اللي احنا كنا حاطينها مع بعض، وابدأ اهدي النار عندي على نار هادية جدا عشان تستوي من جوه ومن بره وتاخد اللون الذهبي الحلو. ممكن وانا بفرد كده ان انا احشيها مثلا من جوه مكسرات، احشيها قشطة، احشيها مهلبية، احشيها كاستر، اي حاجة انت بتفضليها ممكن انت تحشيها فيها. وفي طبعا دلوقتي في المحلات بيحشوها بحشوات كتيرة جدا. وابدأ ان انا كل شوية ابص عليها من تحت كده اشوف اخدت معايا اللون الدهبي ولا لا، واول ما تاخد اللون هتن قلبها على الناحية التانية على طول. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، انا هعمل معاكم 2 باللبن و2 بالسكر سادة عشان اللي حابب يجرب اي طريقة يجربها. وابدأ ان انا اشتغل فيها كده على نار هادية. يا جماعة النار عندي هادية جدا عشان تستوي وتطلع معايا مورقة من جوه ومن بره وتاخد اللون الدهبي الحلو. شايفين يا جماعة اللون؟ حاجة بسيطة جدا. طبعا بنشتريها من بره بتكون غالية خالص، احنا ممكن نعملها هنا بأقل تكلفة. ما تنسيش بقى لو انتي اول مرة بتشوفيني بتشتركي معايا في القناة وبتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. هنا هزود تاني ما عندي من المادة الدهنية بتاعتي، وهبدأ بقى ان انا احط الفطيرة بتاعتي. هحط هنا ان شاء الله فطيرتين مع بعض عشان دول هعملهم مع بعض باللبن، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. وطبعا لو الطاسة بتاعتك بتاخد اكتر يكون احسن، بتوفر معاكي في الوقت وفي المجهود. وابدأ ان انا هدي برضو عندي النار على نار هادية جدا، تاخد معايا لون كده جميل من فوق ومن تحت. وبعد كده نشوف هنعملها مع بعض باللبن ازاي. طبعا يا جماعة الفطيرة دي حاجة كده جميلة ولذيذة جدا، تعمليها بالليل تعمليها الصبح، حاجة كده في منتهى السهولة، وبنشتريها من بره غالية جدا. وطبعا حاجة نظيفة في البيت انت عاملاها بايدك لأولادي. هنا طبعا زي ما احنا شايفين يا حبايبي انا فتحتها هنا حطيت فيها قشطة لان انا نسيت احطه هي عجين. طبعا لو عايزة تحطي هي عجين تحطي، بس انا فتحتها هنا كده وحطيت عجين. وممكن تحشيها حشوات كتير جدا، ممكن تحط لها مكسرات، تحشيها كاستر، تحشيها اي حاجة. ودي عندي عبارة عن نص كوباية من اللبن السخن كده وعليها معلقتين من العسل النحل، او تحليها بسكر عادي وهي سخنة كده في الطاسة واللبن سخن وتنزلي عليها. طبعا طعمها جميل جدا وبتطرى معاكي وبتشرب كل كمية اللبن زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. دي طبعا اللي كانت من غير لبن انا رشيت عليها سكر كده، ودي باللبن برضو اديتها رشة من السكر كمان عشان يبقى شكلها حلو. وبكده حبايبي تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك ولو معلومة مفيدة وبسيطة. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب، وتنزلي تحت عند كلمة اشتراك وتضغطي عليها عشان تفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بإشعار. يلا بينا كده نشوف نقول مع بعض مع السلامة، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهاردة كده مع بعض هنقدم فيها، هنعمل فيها مع بعض كده العيش الفينو. هقولك ايه التكات والاسرار اللي هنعملها في العيش الفينو عشان يطلع معاكي زي بتاع الافران واحلى وانضف كمان من بره. بس يلا في الاول كده اعملي لي لايك وشير، ولو انتي لسه مشتركتيش في القناة اشتركي معايا في القناة، تكي على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر هتشتركي عليها، تضغطي على زر الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. يلا نشوف مع بعض. زي ما احنا شايفينه مع بعض كده لسه خارج معايا من الفرن طري واللون بتاعه تحفة. هقولك على كل تكات واسرار عمل العيش الفينو
بكل تكاته واسراره مع بعض. اول حاجة عندي كده نوع الدقيق، لازم يكون عندي الدقيق بتاعي دقيق نوعه كويس عشان يديك نتيجة كويسة. ده عبارة عن نص كيلو من الدقيق، هحط عليه نص معلقة صغيرة من الملح، واضيع كده الملح في الدقيق الاول، وبعد كده هحط معلقتين من السكر، معلقتين كبار كده من السكر واقلبهم كويس، وبعد كده معلقة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، واقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض كده. وعندي كده هنا معلقتين من اللبن البودرة، وممكن انت تستغني عنهم بانك تعجني بلبن بدل المية. ونحط بقى اهم خطوة تاني من اسرار عمل العيش الفينو، هي العجن. فانا هعجنه معايا في العجان، وطبعا لو ما عندكيش عجان هتعجنيه على ايدك عادي خالص، بس هياخد معاكي مجهود كتير. حطيت هنا كل المكونات الجافة، عندي هنا كوباية ونص من المية، مية تكون فترة دافية كده علشان تسرع معايا التخمير، وهقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده اشغلهم معايا على العجان. وزي ما قلتلك طبعا لو ما عندكيش عجان هتبداي تعجني بايدك عادي خالص، والمادة الدهنية هنضيفها في الاخر خالص عشان تلمي معايا العجينة. فانا هنا بديت كده ان انا اشغل عجان على سرعة بطيئة في الاول عشان يلم معايا العجينة، وبعد كده العجينة اتلمت معايا، خدت بالظبط كوباية ونص من الدقيق، اتلمت خلاص اهي. ابدا انزل بقى بالنص كوباية من الزيت، بس نص كوباية من الزيت، او ممكن تستبدليها بزبدة ما تكونش مليانة قوي، وابدا ان انا انزل بيها واحده واحده كده على العجان وهو شغال. وطبعا لو بعجن بايدي هحط حبه بحبه لحد ما اضيع شويه العجينه هتبدا تتقطع معايا، وبعد كده تتلم تاني. وبكده حبايبي خلاص انا عجنتها من مده 5 دقايق. الاهم حاجه عندي تكون العجينه طريه وما بتلزقش في الايد، دي خطوة أساسية في عمايل العيش الفينو. هسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة، وبعد كده نشوف هنشكلها مع بعض ازاي. دي أسهل وأسرع طريقة لعمل العيش الفينو، وطريقة اقتصادية جدا بدون إضافة بيض بدون إضافة لبن، زي ما بيعملوه في الأفران بالظبط. وطبعا احنا نعمله في البيت بيكون أنضف وأوفر من بره. هبدأ ان انا اكور معايا العجينة دي كور كده بحجم الليمونة الكبيرة او البيضة الصغنونة كده، وافرد كده 3 ب3 واركنهم على بعض، عشان احنا لما بنفرد العجين ونسيبه كده يريح لمدة دقيقتين 3 وبعد كده تيجي تفرديه بيكون مرتاح معاكي ما يلمش تاني. ده الغرض من ان انا اقطع العجين وبعد كده افرده. وبعد كده هقطعهم، طبعا هقطع نص الكمية مش الكمية كلها، وهوريكي ازاي هنلفه مع بعض. كده يا حبايبي اهوت انا بفرد العجينه معايا، تفرديها عادي خالص بايدك برضو تريح معاكي، وبعد كده هنفردها بالنشابه مع بعض. دي طريقه سهله وبسيطه لعمل العيش الفينو، جربي طريقتي ان شاء الله هتعجبك، واقتصاديه وسهله بشويه ميه وشويه زيت، وعندك بقيه المكونات هتلاقيها موجوده عندك في المطبخ، تعملي احلى عيش فينو. بس اهم حاجه زي ما قلتلك نعجنه كويس جدا، وتكون العجينه معاكي طريه وما بتلزقش في الايد. هبدأ ان انا افرده بالنشابة بتاعتي، بيفرد معايا بكل سهولة. ليه؟ لان انا ريحت العجينة اللي انا قطعتها دي شوية، ونلفه مع بعض. وطبعا حجم الرغيف ده بيرجع لك لو عايزاه كبير او عايزاه صغير، بس نلاحظ ان احنا هتشوفيها هتقولي ده شكله صغير، لا هو مش صغير، هو لسه هيخمر هيتضاعف حجمه، ويخش الفرن هيتضاعف حجمه كمان وكمان. يعني لو حابة تصغري عن كده كمان تصغري، ونركنه على جنب لحد ما نعمل بقية الكمية. ويكون عندي بقى مجهزة صاج دهناه مادة دهنية، معلقة كده من الزيت، ونرص فيه ونسيبه يخمر لمدة كمان ساعة أو نص ساعة حسب درجة الحرارة بتاعة المكان اللي هيخمر فيه. ما تنسيش بقى لو انت أول مرة بتشوفيني تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. واعملي لي بقى لايك وشير لو عجبك المحتوى بتاعي. فانا هفرد كل الكميه عشان ما اضيعش وقتك، انا بوريكي بس كده ايه الفكره. ده انا عملته كبير شويه، وممكن تلفيه وتبرميه كده وتلفي بياخد شكل العيش الفينو اللي احنا بنشتريه من بره. وهرصهم عندي في الصاج بتاعي، بس ادهني الصاج بتاعك مادة دهنية، معلقة كده من الزيت. وطبعا واحنا بالرص
نسيب مسافات، مسافة مش كبيرة ولا حاجة، لان هو لسه هيخمر، وبعد ما يخمر كمان يخش الفرن هيتضاعف حجمه. وهقولك كمان على سر التسوية اللي تطلعه معاكي طري وجميل. كده خلاص يا حبايبي انا سيبته اهوت، هسيبه يخمر لمدة ساعة في مكان دافي. كده خلاص، شايفين حجمه تضاعف ازاي وبدأ ان هو هيلزق في بعضه. عندي هنا معلقتين من اللبن، او شوية لبن بودرة تحطي عليهم شوية مية، او شوية مية، او صفار بيضة، اي حاجة كده نلمع بيها الوش، ورش عليها كده رشة من السمسم بتديله طعم حلو ومميز. ونسيبه كمان شوية وبعد كده ندخله الفرن. هنا انا بدهنه بمعلقتين كده من اللبن الحليب العادي بتاعنا، وهديله بقى رشة كده من السمسم. دي وصفة سهلة وسريعة لعمال العيش الفينو، بدون بيض، بدون لبن، بدون اي تكاليف. نحاول ان احنا نقتصد اليومين دول فنعمله في البيت، بيديكي نتيجة كويسة. ومن نص كيلو من الدقيق بيديكي نتيجة، بيديكي كمية كبيرة من العيش الفينو. هدخله الفرن بقى، يكون الفرن بتاعي حامي، درجة حرارة عالية 220. زي ما احنا شايفين اخد معايا ربع ساعة من الفرن. الفرن شغال من فوق ومن تحت، او تشغليه لو هو مبيشتغلش من فوق وتحت. اول ما ياخد لون تطفي من تحت وشغلي من فوق، ياخد لون من الشوايه بتاعتي. وبعد كده اديله رشه من الميه عشان يطرى، هو طري اصلا بس عشان يطرى معاكي كمان اكتر واكتر. ونغطيه بفوطه كده، هتلاقي بقى طبعا البخار طالع كده من الجناب مكان ما رشينا الميه. لو عندك بخاخ ميه كمان يكون احسن واحسن. وبكده حبايبي تكون وصفتنا النهارده خلصت. كده عملنا مع بعض وصفة العيش الفينو. حابة بس اوريكي إن ازاي هو طري، عامل زي القطن بالظبط كده. تقطعيه هتلاقيه من جوه جميل جدا. بينفع معاكي بقى في ممكن فطار سريع كده تحطيه للاولاد في اللانش بوكس. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهارده. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومه مفيده وسهله وبسيطه. ما تنسنيش بقى باللايك والشير. ولو انتي لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي معايا عشان القناه تكبر بيكو. يلا مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي النهارده كده ان شاء الله هنعمل فيها مع بعض تفريز الكرنب. هنفرز الكرنب بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهقولك على كل تكاته واسراره، وايه اللي يخليه يجلد معاكي بعد ما تطلعيه من الفريزر، وايه اللي بيخليه يسود كمان. كل ده هنعرفه في الفيديو بتاعنا عن تخزين وتفريز الكرنب. طبعا الكرنب ده احنا بنخزنه في الشتاء لان ده بيكون انسب وقت ليه. وطبعا نوعية الكرنب بتفرق معانا كمان في تخزين الكرنب يسود او مسودش او يجلد. كل ده هنشوفه مع بعض في الفيديو. بس يلا في الاول كده اعمليلي لايك وشير واشتركي معايا في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعمليلي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. هنا حبايبي انا برصه مع بعض كده في الاطباق ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. انا عندي اول حاجة في تفريز الكرنب شراء الكرنب. لازم الكرنب بتاعك يكون بلدي. هتخزني كرنب يبقى كرنب بلدي. طبعا بنجيبه في الشتاء الكرنب البلدي ده عشان ما يجلدش معاكي. وهبدأ بقى اجيب الكرنبة بتاعتي تكون حجمها حلو كده ومليانة ورق. وبعد كده اجيب بقى السكينة، اشيل الجزء اللي في النص كده اعمل فيه حفرة عشان اشيل كل العروق دي تنشال كلها مع بعضها مرة واحدة. هفرغها كده من النص بكل سهولة، هتتفرغ معاكي بالسكينة. ونشيل كل كمية الورق الحفرة اللي احنا عملناها دي. وهعمل التانية برضو بنفس الطريقة. تفريز الكرنب ده في ناس كتير بتشتكي ان هي بعد ما بتفرزه بيجلد معاها. انا هقولك ايه اللي بيخليه يجلد وازاي ما يجلدش معاكي بعد ما تطلعيه طبعا من الفريزر. كده عملت انا في الكرنبة التانية الحفرة التانية. وعندي حلة على النار فيها مية بتغلي، هحط فيها معلقة واحدة من الملح، ولا هحط سكر ولا اي حاجة، وكمان معلقة من الكمون عشان ريحة الكرنب. هجيب الكرنبة بتاعتي بقى وابدأ ان انا انزلها في المية مرة واحدة كده زي ما احنا شايفين مع بعض. لو انتي حابة ان انتي تشيلي الورق وبعد كده تنزليه ينسلق براحتك، بس كده بيكون اسهل في انك تعرفي تشيلي الورق عشان ما يتقطعش معاكي، بحيث ان المية بتخلي الورق يدبل كده زي ما احنا شايفين.
وبعد كده بشيله بقى واحدة واحدة بالماسك بتاعي كده وانزله في المية ياخد غلوتين لحد ما الورق يستوي. طبعا بالنسبة للسوا هنا عشان احنا هنخزن، انا هخلي السوا بتاعه عادي خالص، يعني تقريبا 90% من السوا، مش هخليه نص سوا ولا ربع سوا ولا اي حاجة، لان ده اللي بيخليه يجلد معاكي. تقريبا السوا بتاعه بيكون 90%. وابدأ اشيل الورق واحدة واحدة كده زي ما احنا شايفين مع بعض، هينشال معاكي بكل سهولة. ولقيتيها ماسكة اللي بيها على الناحية التانية عشان المية السخنة بس تفكها من بعضها، وبعد كده ننزلها في الحلة بتاعتنا وتاخد السلقة بتاعتها. هنا حبايبي خلاص كان الكرنب بتاعي بدأ خلاص دخل في سوا، فانا طلعته بقى خلاص من المية، وبخلي الابيض لوحده والاخضر كمان لوحده. هقولك كمان ليه انا عاملة الاخضر ده، ليه استخدام معانا في التخزين. هنا هطلع كل الكمية اللي معايا وهحط باقي الكمية اللي انا كنت لسه ما سلقتهاش، ونشوف هنكمل بقية وصفتنا ازاي. هنا خلاص الكرنب بتاعي هو طلع، هاخد بقى شوية اللي كانوا فاضلين معايا اسلقهم هما كمان بتوع الكرنبة التانية، وبكده نكون سلقنا كل كمية الكرنب الموجودة عندنا. والاخضر ده انا خليته على جنب، هقولك هنعمل بيه ايه دلوقتي. والابيض كمان موجود معانا، وهسيبه لحد ما يبرد شوية عشان نعرف نقطعه مع بعض وازاي هنقطعه. بعد كده بقى هجيب القطعة بتاعتي وسكينة كده تكون حامية، وابدأ زي ما احنا شايفين في الفيديو كده الف معايا الكرنب، بشيل الحتة اللي هي العروق الناشفة دي، والف الكرنب الورقة معايا زي ما احنا شايفين كده، واشيل الحتة الزيادة اللي ورا والحتة اللي قدام، ونشوف الصباع طويل ولا قصير، ونقسم بالنص او ممكن نقسمها على 3 حسب حجم الورقة معايا. هنا حبايبي اهوت انا بلفها مع بعض، وهنا باخد مقسم وقسمتها 2 في النص. بعد كده بقى هاخد الورق بتاعي بالتدريج كده زي الكرومبة ما بتكون موجودة معايا، الابيض وبعدين اللي هو ابيض على اخضر شوية وبعدين الاخضر خالص ده هنخليه للاخر، بحيث ان كل طبق يكون موجود فيه ابيض وابيض نص نص واخضر. هنا انا قطعتها على 3 لان هي كان حجمها كبير، فانا هقطع بقى كل الكمية اللي موجودة عندي دي من الكرنب بنفس الطريقة اللي احنا عاملاها دي، ودي تعتبر اسهل طريقة واسرع طريقة تقطعي بها الكرنب عشان تخزنيه، بتكون طريقة سهلة وبسيطة. هجيب بقى عندي مصفى وابدأ ارص فيها الكرنب بتاعي الابيض مع بعضه، واللي هو ابيض على اخضر كده فاتح نص نص مع بعضه، والاخضر في الاخر، واسيبه لحد ما يصفي كل المية اللي موجودة فيه، عشان المية دي ما بتدخل معايا الفريزر بتكون تلج، فبتخلي الكرنب معاكي يدوب. وهشيل بقى الطبق ده بعد ما خلاص شلنا كل كمية المية اللي موجودة فيها، وهركن الورق الاخضر ده على جنب اللي انا مقطعتوش، وابدأ بقى اجيب الاطباق بتاعتي وارص فيها الكرنب. طبعا كل طبق من ده حسب احتياجاتك، حسب كل طبخة انت هتطبخيها، ممكن تكون الطبق بتاعي ده صغير بالنسبة لك فتكبري انتي زي ما بتحبي وتفضلي. وهحط في كل طبق رصة كده من الابيض، وبعدين رصة من اللي هو نص نص ابيض على اخضر، اللي هو تقريبا بيكون في نص الكرومبة، لكن الابيض ده بيكون تحت خالص، لحد ما اخلص كل كمية الكرومب اللي موجودة معايا في الاطباق. ما تنسيش بقى لو انت لسه بتشوفيني لاول مرة ومشتركتيش معايا في القناة، اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. هنا انا برص برضو تاني طبق معايا، وممكن تعملي في اطباق صغيرة بحيث ان انت كل مرة تطلعي فيها طبقين لو انت عايزة تعملي كمية كبيرة، ولو عايزة تعملي كمية صغيرة تطلعي طبق واحد. هنا عندي الورقة بقى اللي انا سبتها في الاخر، اللي هو الورق الاخضر ده بحطه على وش كل طبق كده، لان تقريبا كل ورقة من دي انا بقسمها نصين، نص بحطه في الارضية بتاعت الحلة واحنا بنحشي، والنص التاني بحطه بعد ما بخلص حشو على الوش عشان الورق ما يفكش معانا بالنسبة للوش، ومن تحت عشان ما تلسعش معانا من تحت.
وبعد كده بجيب عندي ورق استريتش كده وابدأ الف الاطباق بتاعتنا اللي احنا خزنا فيها الكرنب. هنا كان الورق بتاعي خلاص خلص. هقولك دلوقتي لو انت ما عندكيش اصلا ورق استريتش زي ده تلف معانا الاطباق بتاعتنا ازاي. هنا خلاص يا حبايبي اهوت، ده اخر ورقة كانت موجودة معايا هلف بيها الطبق التاني، وهيتفضل تقريبا معايا طبق او طبقين كانوا محتاجين ورق، هنحطهم دلوقتي مع بعض في اكياس ونشيلهم عادي خالص. وهنا حبايبي اهوت خلاص ده تاني طبق، والطبق الاخير اللي كان موجود معايا اللي كان محتاج لزق هحطه في كيس. وبكده حبايبي يكون وصفتنا النهارده خلصت. هتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وسريعة. ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش. هتنزلي على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر وتضغطي عليها عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار، واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. وبكده حبايبي يكون خلاص وصفتنا خلصت. يلا مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنقدم فيها، هنعمل فيها مع بعض كده العيش الفينو. هقولك ايه التكات والاسرار اللي هنعملها في العيش الفينو عشان يطلع معاكي زي بتاع الافران واحلى وانضف كمان من بره. بس يلا في الاول كده اعملي لي لايك وشير، ولو انتي لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي معايا في القناه، تكي على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر، هتشتركي عليها تضغطي على زر الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. يلا نشوف مع بعض زي ما احنا شايفينه مع بعض كده لسه خارج معايا من الفرن طري واللون بتاعه تحفه. هقولك على كل تكات واسرار عمل العيش الفينو بكل تكاته واسراره مع بعض. اول حاجه عندي كده نوع الدقيق، لازم يكون عندي الدقيق بتاعي دقيق نوع كويس عشان يديكي نتيجه كويسه. ده عباره عن نص كيلو من الدقيق، هحط عليه نص معلقه صغيره من الملح، واضيع كده الملح في الدقيق الاول، وبعد كده هحط معلقتين من السكر، معلقتين كبار كده من السكر واقلبهم كويس، وبعد كده معلقه من الخميره ومعلقه كبيره من الخميره ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، واقلب كل المكونات الجافه دي مع بعض كده. وعندي كده هنا معلقتين من اللبن البودره، وممكن انت تستغني عنهم بانك تعجني بلبن بدل الميه. ونحط بقى اهم خطوه تاني من اسرار عمل العيش الفينو هي العجن. فانا هعجنه معايا في العجان، وطبعا لو ما عندكيش عجان هتعجنيه على ايدك عادي خالص، بس هياخد معاكي مجهود كتير. حطيت هنا كل المكونات الجافة، عندي هنا كوباية ونص من المية، مية تكون فترة دافية كده علشان تسرع معايا التخمير، وهقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده شغلهم معايا على العجان. وزي ما قلت لك طبعا لو ما عندكيش عجان هتبداي تعجني بايدك عادي خالص، والمادة الدهنية هنضيفها في الاخر خالص عشان تلمي معايا العجينة. فانا هنا بديت كده ان انا اشغل عجان على سرعه بطيئه في الاول عشان يلم معايا العجينه، وبعد كده العجينه اتلمت معايا، خدت بالظبط كوبايه ونص من الدقيق، اتلمت خلاص اهيت. ابدا انزل بقى بالنص كوبايه من الزيت، بس نص كوبايه من الزيت، او ممكن تستبدليها بزبده ما تكونش مليانه قوي، وابدا ان انا انزل بيها واحده واحده كده على العجان وهو شغال. وطبعا لو بعجن بايدي هحط حبه بحبه لحد ما اضيع شويه العجينه هتبدا تتقطع معايا وبعد كده تتلم تاني. وبكده حبايبي خلاص انا عجنتها من مده 5 دقايق. الاهم حاجه عندي تكون العجينه طريه وما بتلزقش في الايد، دي خطوه اساسيه في عمايل العيش الفينو. هسيبها ترتاح لمده ربع ساعه وبعد كده نشوف هنشكلها مع بعض ازاي. دي اسهل واسرع طريقه لعمل العيش الفينو، وطريقه اقتصاديه جدا بدون اضافه بيض بدون اضافه لبن زي ما بيعملوه في الافران بالظبط. وطبعا احنا نعمله في البيت بيكون انضف واوفر من بره. هبدا ان انا اكور معايا العجينه دي كور كده بحجم الليمونه الكبيره او البيضه الصغنونه كده، وافرد كده 3 ب3 واركنهم على بعض، عشان احنا لما بنفرد العجين ونسيبه كده يريح لمده دقيقتين 3 وبعد كده تيجي تفرديه بيكون مرتاح معاكي ما يلمش تاني. ده الغرض من ان انا اقطع العجين وبعد كده افرده. وبعد كده هقطعهم، طبعا هقطع نص الكميه مش الكميه كلها، وهوريكي ازاي هنلفه مع بعض. كده يا حبايبي اهوت انا بفرد العجينه معايا، تفرديها عادي خالص بايدك برضو تريح معاكي، وبعد كده هنفردها بالنشابه مع بعض. دي طريقه سهله وبسيطه لعمل العيش الفينو. جربي طريقتي ان شاء الله هتعجبك
واقتصادية وسهلة بشوية مية وشوية زيت، وعندك بقية المكونات هتلاقيها موجودة عندك في المطبخ. تعملي احلى عيش فينو. بس اهم حاجة زي ما قلتلك نعجنه كويس جدا، وتكون العجينة معاكي طرية وما بتلزقش في الايد. هبدأ ان انا افرده بالنشابة بتاعتي، بيفرد معايا بكل سهولة. ليه؟ لان انا ريحت العجينة اللي انا قطعتها دي شوية، ونلفه مع بعض. وطبعا حجم الرغيف ده بيرجع لك لو عايزاه كبير او عايزاه صغير. بس نلاحظ ان احنا هتشوفيه هتقولي ده شكله صغير، لا هو مش صغير، هو لسه هيخمر، هيتضاعف حجمه ويخش الفرن هيتضاعف حجمه كمان وكمان. يعني لو حابه تصغري عن كده كمان تصغري، ونركنه على جنب لحد ما نعمل بقيه الكميه. ويكون عندي بقى مجهزه صاج دهناه ماده دهنيه، معلقه كده من الزيت، ونرص فيه ونسيبه يخمر لمده كمان ساعه او نص ساعة حسب درجة الحرارة بتاعة المكان اللي هيخمر فيه. ما تنسيش بقى لو انت اول مرة بتشوفيني تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. واعملي لي بقى لايك وشير لو عجبك المحتوى بتاعي. فانا هفرد كل كمية عشان ما اضيعش وقتك. انا بوريكي بس كده ايه الفكرة. ده انا عملته كبير شوية، وممكن تلفيه وتبرميه كده وتلفي بياخد شكل العيش الفينو اللي احنا بنشتريه من بره. وهرصهم عندي في الصاج بتاعي. بس تدهني الصاج بتاعك مادة دهنية، معلقة كده من الزيت. وطبعا واحنا بالرص نسيب مسافات، مسافة مش كبيرة ولا حاجة، لان هو لسه هيخمر. وبعد ما يخمر كمان يخش الفرن هيتضاعف حجمه. وهقولك كمان على سر التسوية اللي تطلعه معاكي طري وجميل. كده خلاص يا حبيبي انا سيبته اهوت، هسيبه يخمر لمدة ساعة في مكان دافي. كده خلاص شايفين حجمه تضاعف ازاي وبدأ ان هو هيلزق في بعضه. عندي هنا معلقتين من اللبن، او شويه لبن بودره وتحطي عليهم شويه ميه، او شويه ميه او صفار بيضه، اي حاجه كده نلمع بيها الوش. ورش عليها كده رشه من السمسم بتديله طعم حلو ومميز. ونسيبه كمان شويه وبعد كده ندخله الفرن. هنا انا بدهنه بمعلقتين كده من اللبن الحليب العادي بتاعنا، وهديله بقى رشه كده من السمسم. دي وصفة سهلة وسريعة لعمل العيش الفينو، بدون بيض بدون لبن بدون أي تكاليف. نحاول ان احنا نقتصد اليومين دول فنعمله في البيت. بيديكي نتيجة كويسة، ومن نص كيلو من الدقيق بيديكي كمية كبيرة من العيش الفينو. هدخله الفرن بقى، يكون الفرن بتاعي حامي درجة حرارة عالية 220 زي ما احنا شايفين. اخد معايا ربع ساعة من الفرن شغال من فوق ومن تحت، او تشغليه لو هو بيشتغلش من فوق وتحت. اول ما ياخد لون تطفي من تحت وشغلي من فوق ياخد لون من الشوايه بتاعتي. وبعد كده اديله رشه من الميه عشان يطرى، هو طري اصلا بس عشان يطرى معاكي كمان اكتر واكتر. ونغطيه بفوطه كده، هتلاقي بقى طبعا البخار طالع كده من الجناب مكان ما رشينا الميه. لو عندك بخاخ ميه كمان يكون احسن واحسن. وبكده حبايبي تكون وصفتنا النهارده خلصت. كده عملنا مع بعض وصفة العيش الفينو. حابة بس اوريكي ازاي هو طري، عامل زي القطن بالظبط كده. تقطعيه هتلاقيه من جوه جميل جدا. بينفع معاكي بقى في ممكن فطار سريع كده تحطيه للاولاد في اللانش بوكس. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهارده. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومه مفيده وسهله وبسيطه. ما تنسينيش بقى باللايك والشير. ولو انتي لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي معايا عشان القناه تكبر بيكو. يلا مع السلامه.